الأجواء الرائعة جدا. لا توجد مباراة تجمع هذا الكم من المواهب والاهتمام الإعلامي والشحنة العاطفية مثل ما يحدث في الكلاسيكو. مباراة فالفيردي للوراء، هذه بالخطأ، ليفاندوفسكي خطف الكرة، ليفا خطير جدا إلى فيرمين، لكن التمريرة بعيدة على رافينيا، وفي الأخير تحولت إلى خارج الملعب لمصلحة برشلونة. رمية جانبية احتاج والعودة في الدوري. محاولة من جانب بدري عدى السحري، بدري لمسة أمامية، تمريرة الرد خطيرة لكن الدفاع تدخل، وعودة فيها تغطية إلى كامافينجا طويلة سريعة لبدري لكن الحارس يتدخل. مرتدات ريال مدريد ستشكل خطر كبير جدا قابل للضخ ثقة أكثر في الموسم. خطيرة على الجهة اليمنى، محاولة لمصلحة لامين، يامال عدى، يامال بعودة للوراء، خطيرة باتجاه بدري، يامال بلمسة الله لكن الدفاع تدخل. كرة جميلة لبرشلونة، هارسن يبعد الخطر في اللحظة الأخيرة. تحولت الكرة بعد ذلك إلى وجود ركنية على ما يبدو لمصلحة البارسا بعد محاولة في منتهى الروعة بين ليفاندوفسكي، يامال، رافينيا، يامال، وفي الأخير أكبر إلى الأكسجين الفوز بلقب. سيكون الطريق الأسرع على استعادة الثقة. خطيرة الكرة لكن التغطية إبعاد من الدفاع، وتحولت بعد ذلك إلى ركنية لمصلحة البرينجي. الريال مرة أخرى في الهجوم، في أول ركنية يحصل عليها زملاء فينيسيوس جونيور في هذه المباراة. طبعا ريال مدريد في هذا النهائي. رودريجو عرضية في القائم الأول خطيرة لكن غارسيا يتدخل لتصل على الجهة اليمنى لمصلحة ألفارو. كاريراس تدخل أمام كاريراس، حكم اللقاء يحتسب خطأ لمصلحة ريال مدريد. خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، ثالث كلاسيكو في مسيرة هذا الحكم الأندلسي اللي يبلغ مدريد وبرشلونة. مرة فاز ريال مدريد ومرة كان الانتصار للبلوغرانا. الله على هذا المرور، مرة فيني خطير، فيني بتسديدة ولكنها في أحضان الحارس. يا الله يا فيني، هذه لقطة ريال مدريد التي يبحث عنها، هذه كرة ريال مدريد التي يبحث عنها. المساحات، الانطلاقات الخطيرة لفينيسيوس تصل على الجهة اليمنى، ديونج يحاول أن يمر، هارسن في التغطية، تحولت إلى في هذا الكلاسيكو. هل هو موعد الهدف الأول؟ أسألكم أجيبوني. كرة عرضية خطيرة مرت من الجميع، أقرب إلى كامافينجا، محاولة مدريدية في اليسار، فيني على اليسار، فيني يحاول أن يمر، فيني 1 على 1 عدى، فيني أمام تغطية بعد ذلك من الدفاع وإبعاد في اللقطة الأخيرة. من كان مع فينيسيوس في اللقطة الماضية؟ إنه رافينيا اللي كان في صراع السرعة بين النجمين البرازيليين، في الأخير تمكن من إبعاد الكرة. غارسيا، إيريك يتحرك إلى الأمام، هذه خطيرة. غارسيا، رافينيا مرة، رافينيا عدى، رافينيا تصل لمصلحة يامال بكرة عرضية لكن الدفاع تدخل من هنا. تشواميني، رودريجو يحاول أن يمر لكن التغطية من جانب كوندي مدريد، لكن هناك ثابت لا يمكن تجاهله. هذه محاولة خطيرة فيها تغطية من الدفاع، تصل بعد ذلك إلى بيلينغهام، خطأ بيلينغهام. كنت أتكلم على أنه النهائي الرابع إلى يامال، عدى من كاريراس، مرة من الأول يامال يحاول لكن التغطية من ألفارو. هذه المرة الكرة في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. تقريبا في 20 دقيقة الماضية لم نشاهد تهديد حقيقي على المرمى. كرة وحيدة لفينيسيوس من مرتدة. برشلونة في الهجوم، رافينيا يحاول أن يمر لكن رافينيا أمام تغطية، تحولت إلى رايدي. لامين في الجهة اليمنى، تمريرة الرد مرة أخرى إلى لامين، هذه خطيرة، يامال مر وكرة عرضية لكن الدفاع تدخل ولا زالت بعودة إلى رافينيا وتسديده لكن الحارس يتألق. يا الله، أول تهديد حقيقي من جانب رافينيا. تصدي العادة لتيمو كورتوا، بدري يحافظ على كرته، عودة مرة أخرى في التزام كبير جدا عند كوندي.
يامال ضغط عالي وبعد ذلك افتكاك كرة من جانب كاريلاس، كرة في الأخير تحولت بعيد عن الكل وأقرب إلى تيبو كورتوا، أقرب إلى كورتوا إلى بيلينغهام لمصلحة ريال مدريد في هذه الأثناء. ضغط عالي من جانب ديونغ نعم في الوسط، لمسة أمامية خطيرة وغارسيا غونزالو تسديدة لكنها في أحضان الحارس. يا الله على لقطة، بالكاد حصل على الفرصة في الليغا في الشامبيونز ليج. تصل كرة أمامية جميل على اليسار خطيرة إلى بدري يلعب الكرة أمامية وتسديدة لكنها جاءت عالية من فيرمين لوبيز وتحولت في الأخير إلى ضربة مرمى. تحرك كان ذكي في اللقطة الماضية ونظرة وتمريرة من جانب النجم الكبير جدا بدري، ولكن الكرة بعد المرتدة السريعة خطيرة لمصلحة برشلونة. يامال أمامية الله تمريرة ولكنها ضاعت. يا رافينيا يا إلهي على تمريرة سحرية جميلة حطها بروعة. كانت اللمسة من جانبي لا من صاحب الموهبة الكبيرة للغاية يامال. كرة تصل مرة أخرى سريعة جدا، هذه خطيرة إلى رافينيا مع يامال. رافينيا يحاول أن يمر تسديدة الله جاء هدف برشلونة لأنه وقت برشلونة، لأنه كلاسيكو برشلونة. رافينيا يسجل أول أهداف الكلاسيكو بعد كرة في منتهى الروعة في زاوية بعيدة. جميلة اللقطة جميلة يسارية رائعة من جانب النجم البرازيلي المتألق رافينيا سجل في نصف النهائي ويواصل تألقه في هذه السوبر ويقدم مردودا كبيرا جدا في كأس السوبر على ملعب الإنماء. الهدف الأول أخيرا جاء في هذه اللقطة كان عن طريق رافينيا، وكان بصراحة تشافي كان متوقع أن يأتي في أي لحظة نظرا لسيطرة برشلونة في الدقائق الماضية. رافينيا حطها في الزاوية البعيدة. عناصر برشلونة الكرة ولا زالت في هذه اللقطة عن طريق يامال. الله تمريرة ولكن كورتوا يتألق يامال يا عيني يامال يا سحرك يامال. لمسة في منتهى السحر في منتهى الجمال من لامين إلى فيرمين. شوف اللقطة، شوف الانطلاقة، شوف النظرة والتمريرة والتسديدة جاءت بعدها بتألق إلى تيبو كورتوا. تحولت بعد ذلك إلى وبدري ليامال ويامال عدى يامال ولكن كورتوا. يا إلهي الخطر يأتي من كل مكان. لامين يامال يفعل كل شيء في الجهة اليمنى، عدى بروزان ويهاجمون يقاتلون يحاولون عرضية لكنها بعيدة عن الكل. تحولت في الأخير إلى ضربة مرمى. أول كبير جدا وانتظار لدقائق أكثر متعة. بدري ليفاندوفسكي تعود الكرة مرة أخرى ابعاد لكنه بالخطأ. بيلينغهام تمريرة الرد إلى غونزالو، عاد بيلينغهام خطيرة بيلينغهام. إيريك غارسيا يتدخل إلى ركنية ريال مدريد. رودريغو عرضية رأسية خطيرة وعودة وكرة يا إلهي فعل غونزالو غارسيا. نعم ميرينغي جميل، ميرينغي يعود سريعا في هذه القمة، يعود سريعا في هذه الكلاسيكو. هذا ضرب من الجنون، هذه دقائق مثيرة، هذه ليلة كبيرة، هذه أجواء استثنائية، وهذا هو ريال مدريد. لا يمكن أن يسقط بسهولة. عودة من هذه الركنية وسجل غارسيا هدف التعادل في هذا الكلاسيكو اللي وصل قمة إثارته مع اللحظات الأخيرة في الشوط الأول. هاوسن وعودة من القائم وغارسيا تروح للقائم الأول، تروح للعارضة وتأخذ مسارها وطريقها إلى الشباك وكأنها أرادت أن ريال مدريد يتعادل. تصل بعد ذلك إلى تيبو كورتوا أمامية بحثا عن سريع. فيني كسب الكرة وكسب المساحة. هل يكسب الصراع في هذه النقطة؟ محاولة أمام كوبارسي. مر فيني بروعة خطيرة تمريرة لكنها صدمت. مباراة كبيرة. فينيسيوس جونيور لم يسجل. المدرب هانسي فليك يقوم من مكانة خاطئة مرتدة سريعة. رافينيا
يحاول مرة رافينيا وحط كرة لكن التغطية والتدخل. يا الله على كرة التدخل في اللحظة الأخيرة. الإبعاد من جانب بيلينغهام تصل إلى تشواميني يكسب اللقطة. بدأ أنها ستكون مساحات كبيرة في الشوط الثاني من هذه المباراة. شوية ارتباك في برشلونة جعلت المدرب هانسي فليك للجهة اليمنى. محاولة مرور أمامية خطيرة باتجاه كوندي. فرصة للبارسا عرضية بالراس لكنها جاءت بعيدة. اصطدمت في الدفاع ولا زالت أقرب إلى رودري كاريراس للأمام. محاولة مباراة تصل كرة مرة أخرى. لامين سريعة كوندي لامين تمريرة الرد محاولة مرور عدى ولا زالت خطيرة عند بدري بينية صدمت في الدفاع ثم سهلة إلى تيمو كورتوا. الجميع في برشلونة كان يتد السريعة خطيرة لمصلحة ريال مدريد. كاريراس أول تقدم فيني الخطير. فيني يحاول أن يمر فيني بتسديدة وكرة لكنها تصدي رائع من الحارس. يا إلهي على الأقدام يا الله على الأقدام كانت في منتهى الخطورة. فينيسيوس لوحده يفعل كل شيء اليوم. شوف الخطورة شوف فيني والتسديدة لكن التألق تصدي غير عادي من جوان غارسيا. كل التهديد دائما اليمنى لمسة إلى لامين يامال إلى ديونغ. هذه خطيرة للبارسا. البلوغرانا في الهجوم ديونغ مر لكن التغطية هل تأتي الصافرة؟ جاءت الصافرة بعد احتكاك وتدخل من بيلينغهام وخطأ في مكان خطير للغاية لمصلحة البارسا. هذه اللقطة اللي جاءت من جانب النجم الإنجليزي بيلينغهام. التدخل كان على ديونغ. نشوفها مرة أخرى. تدخل من بيلينغهام وحصل قائد برشلونة على خطأ على قوس منطقة الجزاء ليحصل بارسا على فرصة في منتهى الخطورة. هل يتمكن برشلونة للمرة الآن؟ رافينيا ليفاندوفسكي تركها. رافينيا حطها لكنها جاءت عالية جدا وانتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. رافينيا بعيد كرة في اللقطة الماضية. ليفاندوفسكي اللي سجل في ريال مدريد. المحاولة التصويبة المتابعة يا رودريجو مستحيل اللقطة مستحيل الفرصة. يا لكرة كانت يا لكرة مرتدة مثالية كانت في اللقطة الماضية. شوف رودريجو شوف المحاولة شوف التصويبة مرة والكرة بترجع عن طريق كوندي بين الخطوط. التمريرة والعرضية لكن كامافينجا يصبح مدافع آخر وبتتحول إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق ريال مدريد في شوط المباراة الثاني. هذه اللقطة هذا هو مخرج عاد هذه اللقطة كابتن أكثر من مرة رح نرجع نتكلم عنها. شوف هذا السقوط بعد ذلك هل في أي لحظة ربما مع هذه اللقطة تمريرة أمامية لكن الدفاع يتدخل والإبعاد. بعد ذلك من جانب الكرة لمصلحة يامال. لامين مرة من الأول إلى ديونغ. تمريرة الرد في الجهة اليمنى خطيرة إلى كوندي. عرضية وتسديدة والتصدي رائع من جانب كورتوا. يعني ديونغ ولمسة أمامية. فيران بينية أولمو في الانتظار. فيران عدى ولكن بيلينغهام في التغطية. صراعات بين اللاعبين هكذا هو الكلاسيكو. هذا كعب جميل ولمسة ساحرة والتمرير على الجهة اليمنى. عرضية فيران لكنها أقرب إلى تيمو أقرب إلى كورتوا في اللقطة الماضية. محاولة أخرى كانت لمصلحة البارسا. كورتوا برشلونة أكثر فريق سجل في شباك مبابي للدخول. ننتظر في هذه اللحظات. الكرة تصل لمصلحة يامال. عدى هذه خطيرة. توريس مرة فيراري لولمو. توريس تركها. رافينيا بتسديدة. يا إلهي الثالث للبارسا عن طريق رافينيا. نعم الكرة تصطدم في الدفاع تغالط الحارس وتأخذ مكانها في شباك ريال مدريد. كرة رافينيا القوية. الهدف الثالث للبارسا بعد 73 دقيقة لعب في ملعب الإنماء. عادوا
يتقدموا مرة أخرى. سيناريو آخر، كلاكيت ثالث مرة في هذا الكلاسيكو. في كل مرة البارسا يسجل الريال يعود. الآن البارسا بالضربة الثالثة، لا أعلم ما إذا كان لها طريق العودة. تشابي ألونسو، رافينيا وتسديدة، لكن الكرة بعد أن اصطدمت في الدفاع أخذت طريق المرمى. شوف اللقطة، مباراة كبيرة لرافينيا، مباراة رائعة لرافينيا، والكرة والسيطرة على اللعب. ثم ريال مدريد لم يعد لديه شيء يخسره. إشارة من الحكم المساعد، خطأ على يامال، إشارة الحكم المساعد. الصافرة جاءت في هذه اللحظات بالفعل بوجود تدخل على لامين يامال في اللقطة الماضية ولمصلحة الفار. شوف في مباراة اليوم انه البارسا جدا في هذا النهائي عقله يسبق الجميع بخطوتين. كرة خطيرة لكن التسديدة جاءت بعيدة من اولمو. هل يوجد ركلة؟ الحكم اشار انه، وانتظار يامال. لامين تحرك بجانب فيران. لامين يحافظ على كرته، عدى من الأول من الثاني وبعد ذلك تغطية لا زالت. الله على هذا المرور، جميلة من جانب يامال، والكرة عرضية خطيرة لكنها أقرب إلى تيبو كورتوا. يا لها من لقطة رائعة من جانب لامين يامال. يبكي ريال مدريد في الكلاسيكو لأنه 4-2 تقريبا انتهى كل شيء. تصل الكرة لسواميني، طويلة أمامية بحثا عن رودريجو، إبعاد من الدفاع ولا زالت صراع بين رودريجو كوبارسي. سريعا ما عاد ديونغ ليقدم مردود كبير جدا. كرة تصل بعد ذلك لمصلحة أردا جولر يحاول أن يمر جهة اليمنى، وكلمات قادمة وإثارة أكبر. كرة أمامية فيها تغطية من جانب الدفاع. اسينسيو أمام راشفورد، خطأ على راشفورد جاء من على بدري، طويلة كرة بعيدة عن الكل، أقرب إلى جوان غارسيا، سهلة لغارسيا. البلاوغرانا، كوندي للأمام، محاولة باتجاه يامال لكن الفارو في التغطية. كاريراس عدى من الأول، مرة من الثاني، لا زالت خطيرة لريال مدريد. لمن التمريرة بعيدة عن الكل، تصل إلى راشفورد، ثم فيران تمريرة الرد في المساحة سريعة وانطلاقة مرتدة سريعة لمصلحة راشفورد. ماركوس 1 على 1، ماركوس خطير جدا. راشفورد في اليسار لكن الكرة طارت عليه، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى لريال مدريد بعد محاولة نجاح في الوصول إلى المرمى. تغيير اتجاه اللاعب لأقصى الجهة اليسرى لكن التغطية طبعا